قامت مسكت السكينة ودب دب في جوزها، وبعدين انطلقت بالعربية بتاعتها الفاخر ومشت، وفي الطريق رمت ابنها وجت رمت بنتها، وفي الآخر عملت بقى في نفسها. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والحوادث والجرائم الشائكة. أحداث هذه الحلقة تدور حول المشعوذين والدجالين والسحرة وخلاف ذلك. ساحرة مشهورة ومنجمة تدعي علم الغيب وعلم المستقبل اسمها يوكا من أمريكا. ظهرت في الآونة الأخيرة، لها ملايين المتابعين على الإكس، تويتر والتيك توك واليوتيوب والفيسبوك. ما خلتش حاجة لما اشتغلت فيها، وتدعي علم الغيب وعلم المستقبل، لكن شتان بين الثرى والثريا. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من أتى ساحرا أو عرافا أو دجالا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية أخرى: فقد برأت منه ذمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا السحرة دي كان فيه كسوف كلي للشمس، حدث بأمريكا وكندا والمكسيك الأسبوع الماضي. الاتنين دي لأ، الاتنين اللي قبليه. فهي طلعت قبل الكسوف بيوم وقالت ده كده نهاية الأرض، وكده الواحد لا يخليه في عالم الأرواح يا عالم البشر. هيبقى فيه عالمين هيتصارعوا ويتخابطوا مع بعض ويتنحروا مع بعض، والغلبة هتكون للأقوى، وأنا اختار عالم الأرواح. من هنا أعادت العدة. جوزها ضابط كبير في البحرية الأمريكية اللي هو يقولوا عليه المارينز، وراحت جوزها في البيت وعندها ولد وبنت، وبغت جوزها بسكين ودب دب موته. وخدت العربية البورش. العربية البورش دي أغلى أنواع السيارات الأمريكية، فخمة جدا ويعني تمنها غالي جدا. وركبت ولادها، البنت والولد، جت على طريق فيه غابات وجت رمي الولد وجت رمي البنت، وهي زادت السرعة يمكن على سرعة 200، قفلت الأنبياء لحد ما دخلت في شجرة ولا في سور. الناس، الشرطة بلغت الشرطة، والناس هناك في أمريكا جت الشرطة عرفتها ان هي المشعوذة والمنجمة يوكا دي. اتضح ان هي يعني بتسرع بالسرعة عشان تموت نفسها، زي ما يكون انتحار يعني. لكن البنت نجت من الموت، سبحان الله، لقوها عايشة، بس الولد وابوه ماتوا وهي ماتت. فطبعا هي كانت مصرحة بقى تصريحات ان الكسوف هيجي، والكسوف ده نهاية العالم، وإما فيه عالم الأرواح وعالم البشر، واللي هاجم على الطرف ده أو الطرف ده. وأنا اخترت الطرف ده. هي اختارت عالم الأرواح، ظنا منها إن هي لما تموت هي وجوزها وعيالها هتنجو كده من إيه؟ من شرور الكسوف. عرفت بقى إنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وحدث الكسوف، والناس بقت تلتقط الصور في المكسيك وكندا وأمريكا، ومفيش حاجة خالص. وهي دلوقتي بقت في عالم الأرواح، هي وجوزها وابنها، ظنا منها إن هي على كده على حق، لكن ماتت. فحبينا يعني نسرد لحضراتكم هذه القصة، إن كذب المنجمون ولو صدفوا. ممكن يصدفوا، لكن هم كذابين كذابين. يعملوا البحر طحينة ويضربوا الودع والكف. وهنا حتى اللي شايح في الأرياف وفي البلاد كتيرة، واحدة تروح للساحر تقول يا سعادة الشيخ، هو مش شيخ ولا حاجة ولا يعرف ربنا أساسا. أو الدجال ده: أنا ما بخلفش، عايز أخلف. يقول له خط العتبة الفلانية واعمل كذا واعمل كذا وتبول على كذا. وواحدة تاني تقول له ده جوزي ليلة الفرح أو ليلة الدخلة كان مربوط. أمها بقى أم العروسة يديها شوية حاجات ومش عارف حاجات طلاسم والكلام ده كله. كل ده كلام كده. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لكن هو السحر مذكور، لكن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. هنا برضو جماعة الدجالين يروح يقول لك ده انت عندك بيتك مليان آثار، اللي يجي من الصعيد ياخد فيه واللي يجي من ليبيا ياخد فيه
وابحث واصرف وهات بخور ومش عارف هات وفي الاخر اول ما يبحث وتلقى الفاس في الراس عايز يخلع منهم، يقول له ما النية اتغيرت. انتوا يا اصحاب البيت واصحاب المكان هتموتوا بعض، لو كنز ده طلع هتموتوا بعض. يبقى احنا نختار اخف الضررين ونتكل على الله. النية اتغيرت وينسحب بينهم بعد ما كانوا ويشرب معاهم اكتر من سنة ولا 2 وصرف وينسحب. ومرة يقول لهم ده عايزة دم، الحارس بتاع الكنز مش عايز الا دم. دم؟ طب دم ما يعمل لك اي دم، هاتوا لي عيل، هاتوا لي بنت، هاتوا لي مرة. وشفنا الروايات والحكايات واللي حصلت وحاجات من ارض الواقع مريرة وكتيرة. يبقى إذا لا يعلم الغيب إلا الله. اوعى تصدق أي ساحر أو عراف أو دجال أو مشعوذ، اوعى. خلي يقينك في الله ولله، خلي يقينك في الله، في الله ولله، وما تخافش إلا من الله عز وجل. بدك تحصن نفسك تقرأ آية الكرسي. هنا يضع الإنسان في قرارة النفس أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل من فوق 7 سماوات. ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا إن كان كتبه الله لك، وهكذا لا يضروك بشيء إلا إن كان قد كتبه الله لك، في معنى الحديث. يبقى الإنسان يخلي اتكاله على الله. في آيات للرقية الشرعية والحفظ من السحر والكلام ده كله. أول حاجة إنك تقرأ آية الكرسي، سورة البقرة في البيوت، فاتحة الكتاب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لأن الإنسان عدو الإنسان. لكن بقى اللي يطلع يتفلسف زيوكا دي، أنا أعلم الغيب، أنا مش عارف، عندي علم النجوم، أنا عندي علم الفنجال، والكلام ده كله ضحك على الدقون، عشان لو كانت نفعت كانت نفعت نفسها. والكسوف ومش الكسوف، وأنا اخترت الأرواح أحسن من بشر لأنها تقوم حرب بين البشر والأرواح ودي نهاية الحياة. وكانت نتيجة إنها موت اتجوزها ضابط المارينز القوات البحرية الأمريكية، ورمت ولادها كل واحدة منهم في غابة، بس البنت ربنا سلمها ونجت. وهي جرت بالعربية بتاعتها لآخر سرعة، عربية البورش من أغلى أنواع السيارات، ودخلت في شجرة والله وسور ماتت. يبقى إذن معهم كل إمكانيات الدنيا، المال والسلطان والجاه والعقارات والسيارات، لكن نفوسهم ضعيفة، ما عندهمش يقين بالله. لما حصل كده معاهم اديك شايفين نهايتهم. وادي نهاية السحر والشعوذة والدجل. ما فيش احسن من اللي يعني سلامة النفس والضمير. كان زمان يقولوا امشي عدل يحتار عدوك فيك. ايوه، الانسان يخلي ضميره سالك مع الله، سالك مع الله، ما يهمكش حاجة من حاجة ولا رزقك ولا الكلام ده كله. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. دمتم في امان الله.